السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مش عايزاكم تعملوا زي من فترة كده. ربنا أنعم عليا بابتلاء، والابتلاء ده كان فيه ظلم شديد. ولقيت الناس اللي ظلمتني مش ساكتين ان هم يظلموني وبس، بدأوا يتكلموا ويخوضوا في سمعتي ويقولوا عليا كلام انا ما قلتهوش، وعملوا لي شوية مشاكل كده كتير. انا بقى ايه، ما سكتش. انا قاعده بقى عماله متغاظه وبغلي وعايزه اثبت لكل الناس لا انا مش كده غاده، لا اللي بيقولوه عليا ده مش صح. انا ما بعملش حاجه غلط، انا وعماله اثبت. حابه اروح للناس واقول لهم اللي بيتقال عليا ده مش حقيقه، انا غير كده خالص، واقعد اتكلم معاهم. بلاقي الناس دي مش مصدقين. ما خلاص بقى، يعني اللي بيقول عليا حاجه زي كده بيطبخ الطبخه حلو بحيث ان الحاجه التهمه تلبسني. حابه ابص في نظراتهم، احس ان نظراتهم ها شكلك كده كدابه. تعبت بقى، حسيت ان انا استهلكت حياتي في ان انا اقنع الناس اللي الكلام اللي بيتقال عليا ده مش حقيقه. استهلكت عمري، انا اصبحت مستهلكه. كل اللي في دماغي اثبت للناس ان انا ايه، ان انا مظلومه، وان اي حد يقول عليا كلام ده مش حقيقي. لقيت نفسي هتعب. قلت يا بنتي ارجعي للمنهج بتاعك اللي هو القرآن والسنة، وشوفي الحالة بتاعتك دي فيها ايه. انت عمالة تثبتي حاجة، والناس اللي ظلموكي ضدك وبيثبتوا حاجات تانية خالص غير اللي انت ايه الحقيقة المعروفة. فتحت القرآن، وده احنا جينا الدنيا كده مش جايين عبس، احنا جايين الدنيا وربنا عطانا منهج، فلما بيحصل اي حاجة نرجع للمنهج بتاعنا. لقيت بقى بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت حاجات كده ريحت قلبي وطمنت بالي. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بصوا الجمال بتاع الآية دي. يعني مكر البشر من خديعة، من حيلة، من خطط. ده في ناس بتزور بيعملوا خطط، في ناس بتعمل خطط للمستقبل ان لو الفلان ده عمل حاجه لا نعمل احنا ضده بحيث ان احنا نضيع حقه وناكله حقه. ده مكر البشر. يجي ربنا في الايه يقول لنا ايه؟ والله خير الماكرين. يا سلام. ايه يعني المكر اللي ذكر في الايه بالنسبه لربنا؟ اللي هو استدراج. ربنا بيستدرج الظلمه ازاي؟ ويجي يشرح لك بقى في ايه تانية يقول لك ايه في الايه التانية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يا سلام يا سلام. واملي لهم ان كيدي متين. طب انا بقى كده اطمئنيت، ارتحت. انت خططت، زور، حضر نفسك للمستقبل. لا والله انا قعدت كده هانم، والله قعدت هانم بجد، ومش عايزه ارجع حقي ولا عايزه اتكلم كلام يثبت للناس ان انا مش كده. لا، انا قعدت فعلا هانم، ارتاح بالي، وتاكدت تمام ان انا مفوضه امري لله. مهما البشر خططوا، الايه دي كفيله ان هي تطمن اي حد مظلوم واتغدر بيه، اي حد خانه او خدعه او اتكلم عليه بسوء. ارتاحوا. وهقول لكم ايه تانية برضو تريحكم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم: وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا جماعه، يا مؤمنون، اتوكلوا على الله. ربنا معاكم فهو حسبكم. انا حسبي الله، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل. اي حد يأذيكم، اي حد يخدعكم، اي حد ينصب عليكم، ما في نصابين للمشاعر ونصابين مش للفلوس بس. هنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ونفوض امرنا الى الله، وربنا هيرجع لنا حقنا. واحنا قاعدين بشوات ما بنفكرش في انتقام. لا، احنا ما بنفكرش في انتقام ولا بناخد حقنا بايدنا، حقنا بيجيبه ربنا. وخلي اللي يعمل حيل بقى ويخطط ولا تحطوا في دماغكم، وما تستهلكوش نفسكم. الفيديو ده صدقه جاريه على روح بابا وجميع موتى المسلمين. انا غاده، اتمنى لكم السعاده. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.